الخير، أنا المرشدة السياحية والنهاردة قصة فيلم نادر جدا. وفيلمنا النهاردة فيلمنا النهاردة جوز الاتنين. تاريخ العرض 24 نوفمبر 1947. مدة الفيلم 110 دقيقة. عمر الفيلم 77 سنة، والفيلم من مفقودات السينما المصرية. إخراج إبراهيم عمارة. تأليف أبو السعود الإبياري. سيناريو وحوار زهير بكير. عن طاقم العمل، فهو من بطولة ليلى فوزي، يحيى شاهين، عزيز عثمان، حسن فايق، صلاح نظمي، عبد المنعم اسماعيل، محمد كمال المصري، زوزو محمد، سوريا فخري، عبد الحميد زكي، ومحمد رضا. أما عن قصة الفيلم فبتدور حوالين راجل اسمه حسن، اتجوز مرتين. أول مرة خلف حمدي، وتاني مرة خلف سمير. حمدي ده كان طيب جدا ومؤدب جدا وكويس، وكل حاجة فيه كويسة. أما سمير كان العكس، بيحب السهر والصرمحة، وبيلعب قمار، وبيشرب خمرة، وبيصاحب رقصات، وكل حاجة. الراجل الكبير ده اسمه حمدي. حمدي ده ربى الاتنين على أساس إن الاتنين هيطلعوا صالحين. حمدي كبر ودخل كلية الطب، آه، وعمل مستشفى وعمل حاجات كتير. أما سمير فاتفق مع رقاصة علشان يقتل أبوه ويورثه، لأن الفلوس اللي معاه خلصت. وبالفعل اتفق مع الرقاصة ومع صاحب الرقاصة وقتلوا أبوه، وخد الفلوس وصرفها على الرقاصة يعني. وبعد ما الفلوس خلصت اضطر ان هو يدور على حاجة تانية يعملها. فوهم اخوه ان في مشكلة حصلت له في الجبل وهو لازم يروح له. اول ما راح له قلب بيه العربية علشان يورثه. وبالفعل اول ما رجع تاني مصر ما استناش ان اخوه يموت يعني، طلب الورث. فالمحامي قال له لازم جثة اخوك تبان علشان تقدر تاخد الفلوس. فرجع تاني مكان الجبل، مكان ما العربية انقلبت، ملقاش اخوه. فجاب جثة محروقة ووداها للحكومة وأكد إن ده أخوه. وزمان ما كانش فيه حكاية التحاليل، وبالفعل خد كل الورث وبقى هو الكل في الكل وورث كل حاجة. حمدي في الوقت ده لقوه ناس بدويين، فاقد الذاكرة. عاش معاهم فترة، وأول ما عاش معاهم الذاكرة بدأت ترجع تاني. كل ما تيجي ترجع هو اللي مش عاوز يرجعها. يعني بمعنى أصح إن هو ما كانش فاقد الذاكرة، بس كان بيضحك عليهم علشان كان عاوز يعيش كده، مش عاوز يعيش تاني مع أخوه، لأني عارف بكل بلاويه، وحاسس كمان إن هو السبب في قتل أبوه، وهو السبب في اللي جراله، لأني شافه مع الرقاصة وهم بيحاولوا إن هم يقلبوا العربية، ولما بوظوا الحاجات اللي في العربية عشان العربية تتقلب، فعايز يفقد الذاكرة ويفقد كل حاجة. وبالفعل حب البنت البسيطة اللي هي من البدو، اللي هي ليلى فوزي. ومن كتر حبه فيها قال لهم انا عايز اقعد معاكم على طول، وسموه اسم تاني. وهو بيختار الاسم اختار اسم حسن على اسم ابوه، وعاش معاهم ومرضيش يرجع تاني. وانتهى الفيلم بان حمدي فضل مع البدو، وسمير
فضل طمعان وواخد كل الفلوس. شكرا جدا.